بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي ومرحبا بكم مجددا في قناة كنوز الصحة. انتهى العيد وترك لنا الكثير من الذكريات الجميلة وأيضا بعض الكيلوغرامات الزائدة والشعور بثقل، لكن لا تقلق، العودة لنظام غذائي صحي لا تعني الحرمان أبدا، بل مجرد خطوات بسيطة تعيد لجسمك التوازن والنشاط. اليوم سأشارك معكم مشروب ديتوكس منعش يساعد في تنظيف الجسم واستعادة الطاقة بطريقة طبيعية وسهلة. جاهزون؟ لنبدأ مع بعض. نبدأ مباشرة بذكر المكونات وطريقة التحضير. نقشر حبة ليمون ونقطعها إلى قطع صغيرة، ونأخذ بعض من أوراق النعناع ونقطعه هو الآخر إلى قطع صغيرة. نأخذ نصف حبة خيار ونقطعها إلى قطع صغيرة بعد إزالة البذور. قطعة صغيرة من الزنجبيل نقطعها إلى قطع صغيرة، ويكون هنا الزنجبيل اختياري. الطريقة الأولى لتحضير هذه الوصفة وهي الأسرع هي أن نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي ونخلط جيدا حتى نتحصل على مشروب سلس ومنعش. يمكن تصفيته أو شربه كما هو للاستفادة من الألياف، ويمكن تقديمه فورا أو الاحتفاظ به في الثلاجة ليكون باردا ومنعشا. إذا خلطته في الخلاط ستحصل على قوام أكثر كثافة نظرا لوجود الخيار والزنجبيل، وستستفيد من جميع الألياف الموجودة في المكونات مما يجعله أكثر إشباعا. قد تحتاج إلى تصفيته إذا كنت تفضل مشروبا خفيفا وسلسا. الطريقة الثانية وهو الخيار التقليدي. نضع جميع المكونات في كوب ونضيف عليها كوب من الماء البارد ونتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تمتزج النكهات. يفضل شربه صباحا على معدة فارغة أو بين الوجبات للحصول على أفضل النتائج. إذا تركته منقوعا كما في الوصفة الأصلية سيحتفظ المشروب بقوامه الخفيف والمنعش، وستتمكن من شربه بسهولة على مدار اليوم. الخيار الأفضل يعتمد على تفضيلاتك. إذا كنت تفضل مشروبا سريع الامتصاص وخفيفا جربه منقوع، وإذا كنت تحب عصير الديتوكس كثيف فاستخدم الخلاط. فوائد هذا العصير في التخلص من السموم المتراكمة بعد العيد: يرطب الجسم ويحسن عملية الهضم وينشط الأيض ويساعد في التقليل من الانتفاخ. نصيحة إضافية: إذا كنت تريد العودة لنظام صحي دون صدمة للجسم فلا تحرم نفسك فجأة من الطعام. استبدل الوجبات الثقيلة بخيارات مغذية مثل سلطة غنية بالألياف والبروتين، شوفان بالحليب والمكسرات، سموثي صحي بالفواكه الطبيعية. رحلة العودة لنظام صحي بعد العيد تبدأ بخطوات صغيرة، وهذا المشروب هو إحدى هذه الخطوات. جربوه وستلاحظون الفرق في نشاطكم وهضمكم في اليوم الأول. لا تنسوا مشاركة تجربتكم في التعليقات، وإذا أعجبكم الفيديو ادعموني بلايك واشتراك حتى أقدم لكم المزيد من الوصفات الصحية. نراكم في الفيديو القادم. سلام.